السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوات خديجة مروة. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد، ونقول لكم مرة اخرى عواشركم مبروكة وكل عام وانتم بألف خير. ونتمنى يا ربي تكونوا كتقضيو اجواء ديال العيد فرحانين وناشطين ورفقة الاهل والاحباب ديالكم. اليوم جبت لكم القديد وهذه المناسبة ديالو، وبغيت نشارك معكم الطريقة ديالي. انا هنا راه حتى شرملته قديته، وعاد فكرت قلت علاش لا ما نصوروش الاخوات نشارك معاهم الطريقه ديالي. ربما كاين اللي كيبغي يعرف، ما تبارك الله راه كلشي كيعرف الطريقه كتختلف من منطقه لاخرى. ونتمنى يكون الفيديو خفيف وظريف على قلوبكم وتبقوا معايا حتى النهايه ديالو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. انا هنا كما كتشوفوا راني مشرملتو قاديتو، وعاد دابا بغيت نعاود نصور معكم ونوريكم التوابل اللي درت فيه. وضروري ملي كترقدوا القديد راه كتخلوه يبات ليله كامله في هذوك التوابل، عاد كتنشروه. عندي هنايا العطريه، عندي العطريه ديال اللحم، عندي سكينجبير، ابزار، خرقوم، تحميره، كمون، قزبور يابس، عندي الزعتر وورقه موسى. وبالنسبه للزعتر وورقه الموسى راه غادي نطحنهم حتى كيوليو بودر، عاد كنضيفهم مع العطريه اللي عندي. وعندي هنايا الثوم انا راه خديت 5 ديال هاد الكوبات ديال الثومه، كندققهم بالقشور ديالهم. انا كنديرهم مع القشور ديالهم هما والملح. والملح يعني كناخذ الملح الخشن، راني شاركته معكم في الفيديو ديال الدجاج. قلت لكم انا كنستعملو هو بالنسبه للدجاج باش نرقد الحامض، وفي القديد راه كيجي غزال. وغادي نحتاج واحد الكاس ديال زيت الزيتون، ويمكن لكم تاخذوا غير الزيت العاديه. هادو هما العناصر اللي غادي نخدم انا هنا في القديد ديالي. ونبداو على بركه الله. وهاني هنا من بعد ما شرملت اللحم ديالي مزيان ودخلت فيه العطريه، كضروري ما كتشرحوا ما بين اللحم وكتدقوه بالمقده ولا الشاقور باش ملي كديروا فيه التوابل كتدخل. وكنشرحوا بالموس في دوك الثنايا ديالو من اللور. ونحك ليه العطريه مزيان، كنحكها مزيان. والمقدار ديال العطريه اللي كندير راني كندير 2 معالق كبار عامرين من كل حاجه، الا ورقه موسى والزعتر هما اللي كندير فيهم مقدار معلقه كبيره. والملح راه ضروري كندير انا واحد، ما عبرتش انا الملحه. كندير الحساب ديال كتعرفوا القديد راه كيبغي الملحه مزيان، ضروري ما ديروا ليه الملح. وملي كتبغوا تستعملوا راه كترقدوه في الماء حتى كيتنقص ديك الكميه ديال الملح ديالو. انا راه ما غاديش نتسنى هنا حتى ينشف ليا، غادي نشارك معكم الطريقه وكيفاش غادي ننشرو، لان راه كيحتاج واحد المده نتاع 15 يوم على الاقل باش كيوجد. وهنا راه هاد التوابل كنرقدهم فيها ليله كامله، راه كتشموا واحد الرائحه كتطلع منه كتجي غزاله. انا كندير فيها هاد العطريات هادي كاملها، وما كنديرش القديد ديال الكرشه والكرداس ما كنديروش. كندير غير هذا، انا من عشاق القديد ديال اللحم كيجينا غزال كنموت عليه. ما عرفتش شكون اللي بحالي كتبوا لي في التعاليق. ونتمنى الطريقه ديالتي تنال الاعجاب ديالكم، وانا هي بغيت نشاركها معكم ونبارطاجي مع الاخوات طريقتي في تحضير القديد. انا دابا طلعت معكم السطح نشارك معكم الطريقه. كندير واحد البلاستيك فوق الحبل ديالي ديال النشير، منها كنحمي الحبل ديالي من داك كيكون في القديد اللحم وداكشي الا بغيت نشر الحوايج. وتنحمي حتى اللحم ديالي ما نديروش مباشره فوق داك السلك، كندير ضروري هاد البلاستيك الغذائي. وعمليه النشير ديال القديد كتتم كما قلت لكم من بعد ما كيبات ليله كامله وهو مرقد. ومني كنشروه كنبداو في النهار كيقيل في السطح، وكنبدا مره وقت ما طلعت كنقلبوا للجهه الاخرى. وكنبقى غاديه هكا تقريبا لمده 15 يوم، وعلى حسب ملي كتكون الشمس حاره يقدر يوجد قبل هذيك المده هذيك. وصافي. ومني كنخرجوه كنديرو في بلاستيكات ونحطوه في المجمد، راه يبقى عندكم المده اللي بغيتو في المجمد، كيبقى صالح ومزيان. ومع التوابل هذه كيكون واحد القديد اللي هو منكه بالعطور كيجي غزال، وكديروه في الطعام ولا ديروه مع اللوبيا كيجي لذيذ.